شايفين العظمه دي صينيه بطاطس باللحمه، بس مش اي صينيه، دي لوحه فنيه غرقانه في صوص الطماطم المتسبك، واللحمه دايبه لدرجه انها بتتهري. الريحه لوحدها كفيله تخلي الجيران يخبطوا عليكم. شايفين اللحمه دايبه زي الزبده، والبطاطس شاربه من الصوص وواخده طعم خيالي. ولو لسه ما عملتيش اشتراك اعملي دلوقتي، بفكرك بس. ما تنسوش تصلوا على النبي. معايا اللحمه هنزل بيها في معلقه سمنه بلدي. هنشوح شرايح اللحمه، لازم تكون ستيك او قطع صغيره عشان تضمنوا السوا. هنزل بشرايح اللحمه تاخد صدمه ولون التحمير الخطير ده من كل الجوانب. تشويحه اللحمه دي بتخليها تقفل مسامها وتحتفظ بكل طعمها جواها وتبقى دايبه في الاخر. هنزل عليها برشة فلفل اسود بسيطة. ولو لسه ما عملتوش اشتراك بفكركم تاني، هيفوتكم وصفات خطيرة براحتكم. وعلى ما اللحمة تتشوح هنجهز ميكس خضار: بطاطس، بصل، فلفل، كوسة وجزر. بصوا بقى على التقطيعة دي، خضار مشكل كله فوائد وطعم، وتبقى لوحة فنية من الحلاوة. دايما بيسألوني هو ايه اللي يخلي الاكل طعمه حلو. والله يا جماعة السر مش بس في البهارات، السر في الروقان. وانا بقطع الخضار بحب اركز في كل تفصيلة. اقطع البطاطس قد الكوسة عشان السوا يبقى واحد. الاكل بيحس اللي بيعمله، فاعملوه بحب وهيطلع سكر. الكوسه والجزر بيدوا تسكيره رهيبه للصوص. ودلوقتي بقى هنقل الخضار ده في حته تانية خالص. التتبيله بقى هي السر: ملح، فلفل اسود، وكمون، واللمسه السحريه معلقه دبس رمان وصويا صوص وعصره نص ليمونه وشويه زيت. الميكس ده مع الخضار رهيب، بينقل الطعم في حته تانية. الخضار وهو غرقان في التتبيله كده ريحته لوحدها خطيره، هي اللي بتخلي صينيتك مميزه عن اي حد. هنا بقى السر: مش بنرمي الخضار وخلاص، احنا بنديله تشويحه مع اللحمه. التقليبه دي هي اللي بتخلي الخضار ما يفكش منك ويفضل محتفظ بكيانه وطعمه جوه الصينيه. هنسيبهم كده دقيقتين ياخدوا من طعم بعض. الطماطم دي هي المايسترو بتاع الصينيه، بحب اقطعها وافرمها ناعم عشان تديني صوص تقيل ومتسبك صح. وعارفين رشه سكر صغيره معاها بتعدل الحموضه وتخلي طعم الصوص خطير. خليكم ماشيين معايا على التريكات دي وهتدعولي. بصوا بقى المنظر ده اول ما الطماطم تنزل على اللحمه وتشويحه الخضار، الريحه بتتحول. هنزل عليها بمعلقه صلصه وهسيبها تتسبك، وبعدين هنزل عليها بالميه المغليه ونغطي على العظمه دي وسيبوها تستوي على نار هاديه لحد ما تبقى زبده. يا لهوي على الريحه. افتحوا الغطا وشموا معايا احلى تسبيكه في الدنيا. شايفين الجمال؟ اللحمه خلاص بقت ضيق. المنظر ده لوحده كفيل ينسيك اي تعب. اللون الاحمر المظبوط اللي يفتح النفس. لو لسه محتارين في الغدا فالصينيه دي هي الحل. أكلة تشرفك في أي عزومة وتدفي البيت كله. قوموا جربوها دلوقتي ومنشن للي هيتدبس ويعملها لكم. جربوها وما تنسوش تقولوا لي رأيكم في الكومنتات وتصلوا على النبي. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك، وما تنسوش فما ضاقت إلا وبالاستغفار فرج. استغفر الله العظيم وأتوب إليه.